السلام عليكم ورحمة الله، وتحياتي لكل الشعب السوري. وتحية خاصة للمتابعين. طبعا أنا منزوي شوي قاعد بالسيارة والطقس بارد شوي. بدي أقول الكلام لبعض الشلاتية يلي عم يطلعوا على اللايفات وعم بيسبوا على الثوار وعم يسبوا على السوريين وإلى آخره. حضرت أنا امبارح، بس والله من المعيب الكلام اللي عم بيطلع من شبيحة النظام، من معيب جدا تسمع هذا الكلام. اسمع هذا الكلام لهدول لاخواتينا شليته، هدول اللي اشتغلوا بالشمال. اذا بدكم تقولوا عنهم ارهابيين ولا كذا ولا كذا، ما بيطلع لك تقول عنهم ارهابيين، هن بالنتيجه سوريين. بالنتيجه هن السوريين، وهن يعني رجعوا على اراضيهم، حرروا اراضيهم، وشيء طبيعي هذا اللي عم بصير. حتى اليوم اللي عم بتقولوا عنها جبهه الشام، حركة تحرير الشام، اليوم كمان تغير الأسلوب، وفي جهة أوكرانية دربتهم وإلى آخره. مثل ما قال أحد الأصدقاء، حكى تفصيل كامل عن هذا الموضوع، فأنا مو من اختصاصي أنا أفصل هاي الأمور. هذا واحد. ثانيا، أنا حلكم شغلة. اليوم المحور النظام، محور نظام بشار والإيراني والروسي حيتفكك. شيء طبيعي حيتفكك، لأنه اليوم وصلت النتائج لذروتها. خلص، نظام بشار ما عاد يعطي أكثر من هيك، ما عاد فيه. وهدول الحثال اللي جابوا لنا إياهم على الأرض، اللي جابوهن الميليشيات وإلى آخره، وأذرع إيران وشبيحة النظام وإلى آخره، كله حيفرط، كله حينهار. واكبر دليل اللي صار في حلب، واليوم في تسارع، يعني حتى اليوم وصلوا على حماه. يعني هذا تقدم سريع جدا بصراحه، معناته في مهام لازم تتنفذ بشكل سريع جدا. فانا بتوقع في طبخه اليوم بالمطبخ التركي والروسي، وخاصه صار في تقارب بيناتهم. يعني السياسه اليوم ما بتعرف، السياسه ما بتعرف لا صديق ولا عدو، تعرف المصالح. ففي طبخة عم تنطبخ بهذا المطبخ، هو لشغلتين. أول شيء للضغط على نظام وطرد إيران، ولاستبدال نظام، وأنا أتوقع لاستبدال نظام بشار. اليوم بشار ما عاد صفي عنده. والاحتمال الثاني على ما أعتقد، احتمال يكون من داخل النظام. قد يكون هناك انقلاب عسكري، أو الله أعلم، احتمال. لأنه طبعا أمريكا والدولة الزرقاء وبعض الدول تنظر إلى مدينة دمشق، أنه إذا وصلت لهي المرحلة، إذا خرج النظام أو صار أي شيء في دمشق، أنه يحافظوا على الهدوء، أنه ما يصير في فوضى في دمشق. لكن سمعنا أنه إيران أنه لن تخرج، عملت تصريحات وإلى آخره، أنه لن تخرج حتى تحرق مدينة دمشق وإلى آخره. ما بتصور، ممكن، يعني أنا عندي دائما بقول أنه الأفعى لما بتكون في جحرها، لما بتطلع بدها تصير تبخ في سمومها. عرفتوا شلون؟ فما بتصور أنا أمريكا حتسمح بهذا الموضوع، والدول الإقليمية والدول اللي الآن عم تشتغل بشغلها ضمن سوريا ما بتصور يسمحوا، لأنه الكل كمان بده يحافظ على الوضع بسوريا، يضل هادي، ما يصير في فوضى، ما يصير. تعرفوا لما بده يصير في فوضى، طبعا في يعني مثل ما بيقولوا أمثلة كثيرة في الماضي، لما بضمن المدينة أو بده يكون في انقلاب وإلى آخره، مشان ما يصير فوضى بده يضل في سيطرة على الوضع، حتى ما تؤدي الأمور لكذا. وخاصة الشعب السوري في الداخل، خاصة في ريف دمشق وإلى آخره، يعني شعب طبعا 90% منه، إذا مو 100%، شعب جوعان، وعم بيعاني من فقر، وعم بيعاني من الاضطهاد، وعم بيعاني من ملاحقات الأمنية، وعم بيعاني أيضا من انهيارات اقتصادية والمعيشة الصعبة وإلى آخره. فهذا كله نتائج حيؤدي لتولد الانفجار في داخل دمشق. فمثل ما قلت لكم، على الأغلب بده إما يصير انقلاب وإما إلى كذا، والكل عم بيشتغل الآن. وفي تسارع بالأحداث، في تسارع
بالأمور، وخاصة في الشمال السوري الآن متقدمين الشباب. وحاليا المنطقة الجنوبية الأحرار الجنوب في درعا أيضا عم يتحركوا اليوم. فهذا كله متسارع مع الزمن ريثما يتم دخول ترامب إلى رئاسة أمريكا. الأحداث تتسارع، لكن مثل ما قلت لكم اليوم يعني أيضا تنظر يعني الدولة الزرقاء وأمريكا إلى الوضع أنه يضل مستمر. وأنا قلت لكم في فيديو سابق ينظرون إلى سوريا أن تبقى دولة واحد. هذا اللي عم بيصير الآن. وأنا بوجه نداء للأحرار في الشمال وفي الجنوب، نداء خاص، نداء طبعا بتمنى يصل هذا النداء لكل الأحرار في الشمال، إنه أي عمل بيقوموا فيه يوثقوه حتى يصل للشعب السوري ويصل الحقائق ويخبر شو عم بتساووا أنتم. نتمنى لكم إن شاء الله النصر، ونتمنى إن شاء الله السلامة للجميع وللسوريين وخروج كل المعتقلين من سجون النظام. هذا هو الأهم، وهذا هو ورجعة الناس اللي تهجروا من بيوتهم إلى بيوتهم، وهذا حق شرعي وحق لكل السوريين. هي سوريا وهي أرضنا، والسوريين من حقهم يرجعوا على أرضهم بخروج النظام والميليشيات الإيرانية وإلى آخره. النصر قريب إن شاء الله، وتحياتي لكل الشعب السوري أينما كنتم، وتحية خاصة لكل المتابعين. السلام عليكم.